يا اهلا يا اهلا. النهارده وانا بجهز نفسي عشان اروح ورك شوب مع نهى اسمها خد نفس، لابسه تي شيرت مناسب مع الاحداث. فجي على بالي كده، افتكرت فيديو شفته من فتره كان بيتكلم عن موضوع ان الجواز مش مصحة علاج نفسي، وان عشان انت تقدم على الخطوة دي لازم تكون سوي نفسيا. وده بالتزامن بقى مع كل الكلام اللي بسمعه دايما عن فكرة ايه، اصل انا دخلت علاقة ولقيته، عارفين بقى بنمشي نوزع كده ليبلز على الناس وتشخيصات واحنا مش دكاترة وحاجات كده لذيذة قوي بتحصل. لقيته نرجسي، اصل انا مش عارفه لقيته عنده باي بولر، اصل انا معرفش لقيته عنده شخصيه اكتئابيه، الحاجات دي كلها. ودايما الضحايا بتاعه العلاقات دي بيسموا نفسهم ضحايا، وجزء من ال القصه يعني بينفوا عن نفسهم اي مسؤوليه، ان انا ضحيه نرجسي او ان انا ضحيه علاقه مؤذيه، هو ما كانش ليه في الجواز فاتجوز ليه. يعني طول الوقت بشوف ناس بترمي باللوم على الاخر ان هو كان سبب في فشل العلاقه. فبتفكر في الموضوع ده دايما وبشوف انه احنا بنتشافى بالعلاقات يا جماعه، يعني احنا بنتشافى بالعلاقات. فكره ان انا ابقى الافكار الانعزاليه اللي هو اعتزل ما يؤذيك، اصله بني ادم سلبي فانا هبعد عنه، فالحاجات دي كلها افكار انعزاليه، ان انا هتقوقع وانا هعرف نفسي بنفسي يعني. دي فكره غريبه قوي بقى، يعني ازاي انا هعرف نفسي بنفسي يعني. دايما الكل شريف حتى تاتي العاهره. انا ممكن قاعده دلوقتي في بيتنا على الكرسي، انا شايفه نفسي اجدع واحده، وشايفه نفسي ان انا ألذ واحده في الكون، وشايفه نفسي فلكسبيليتي جدا، انا عندي فلكسبيليتي عاليه، ده انا محدش عنده هذا الكم من المرونه زيي. بس ومقتنعه جدا باللي انا بقوله. خلينا اتحط في موقف بقى، يعني خلينا اتحط في موقف عشان اعرف هل انا ده فعلا ولا ده انا بدعيه عن نفسي. انا دي صوره انا واخداها عن نفسي بس ممكن ما تكونش حقيقيه اصلا. ف العلاقات بقى دورها ان هي بتورينا الصوره اللي احنا واخدينها عن نفسنا دي، هل هي فعلا صوره تطبيقها بيبقى موجود على ارض الواقع، ولا ده بس انا بتمنى اكون كده، دي صوره زائفه عن الذات، يعني دي الذات مزيفه، دي مش انا الحقيقيه. ف بشوف دايما يعني حتى based on my own experience، انا حد اتجوزت 3 مرات يعني. فاول مره اول مره اتجوزت فيها كنت بعمل كل حاجة عشان خاطر بس ان اللي قدامي ده يكون مبسوط يكون راضي، وانا شايفة ان انا بعمل حاجة زي الفل جدا. ولما العلاقة اتدربكت والدنيا انهارت ودخلنا في موضوع الطلاق، اكتشفت اكتشاف مذهل قوي يعني في الفترة دي، انه على قد ما العلاقة كانت مؤلمة بالنسبة لي، لك عندي توقعات عالية وبقدم حاجات كتير قوي ما اتطلبتش مني. وبعد ما خدت كل الفقره بتاعت اصله هو وهو 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 وقعدت الوم عليه، اكتشفت حاجه فظيعه قوي، ان ما كانش عندي احساس بالذات اصلا، انا ما كنتش عارفه انا مين. فالعلاقه حتى لو هي تبان من بره ان هي ما كملتش وفيها اذى وكل الكلام ده، بس انا اتعلمت منها حاجه عن نفسي، ان انا فعلا انا ما عنديش احساس بيا، انا بحس بايه، انا مشاعري عامله ازاي. وما كنتش بعرف اتواصل، يعني كانت علاقه خاليه من التواصل الفعال، يعني تواصل بس من على السطح كده. ف فالعلاقه كانت شافيه جدا، مع ان مصحه نفسيه، انا كنت داخله عندي شويه مشاكل كده، وبعدين بالاحتكاك وبالتعامل وكل الحاجات دي. طيب ما انا خدت بالي انه في كيان اسمه انا هناء، فالكيان ده عنده مشاعر وعنده افكار وعنده قيم وعنده معتقدات، كيان، انا كيان يعني. فدي كانت مثلا في اول مره جواز اتعلمت واتشاف يعني، وفي حته مني حصل لها هيلينج. المره اللي بعدها مثلا كان عندي وعي اعلى بذاتي، وكان عندي يعني قدره اكتر على الغوص جوه مشاعري وافكاري وكلام من ده. فالعلاقه دي كانت شافيه برضو جدا. ليه بقى؟ لان هي علمتني ان انا ممكن استحق الحب، ان انا اخد الحب من غير ما اعمل مقابل. يعني كان دايما عندي احساس ان لازم اقدم قوي 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 عشان اخد حب. في العلاقه دي خدت حب من غير ما اكون يعني من غير ما اكون بعمل هذا الجهد الفظيع عشان خاطر اتقبل من الاخر، او ان الاخر ده يعني
احس ان انا استحق الحب، لانه حتى في المره الاولانيه لما كنت بقدم جهد فظيع وبرده كنت بحس ان انا مش محبوبه ومش مرغوبه، لانه من جوايا انا مش حاسه ده. فالمره التانية اتعلمت شويه ان انا استقبل الحب، ان انا اعرف استقبل الحب، وتعلمت حاجه قويه جدا 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 من خلال اللي قدامي، انه برضو ان انا مش اتقبل النقد ب100%، بس اتعلمت انه افرق ما بين انه الشخص ده بينتقدني انا كيان كلي على بعضه، ولا بينتقد فعل او تصرف فيا. فيعني حته صغيره، فبرضه اتعلمت حاجه. مفيش حاجه اسمها انه الجواز مش مصحه نفسيه. الحقيقه اي علاقه احنا بندخلها، اي علاقه جواز او صداقه او اي كلام من ده، احنا بنتعلم فيها حاجه. طالما انا عندي الوعي بتاع اشوف جوايا، الوعي بتاع الانعكاس، اشوف انعكاس ده جوايا. يعني انا فاكره مره كان في خناقه كده من الخناقات الزوجيه في جوازه ما يعني جوازات، دايما بهزر على الموضوع ده، بس انا بحس ان العلاقات اكتر حاجه علمتني يعني في حياتي. كنا بنتخانق على الفينو، نفتح الفينو انا بفتحه بالسكينه وعايز يفتحه بالمقص. فرحت قلت له هو انت ما عندكش ليه فلكسبيليتي؟ فلقيت الكلمه بترد فيا، طب انا ليه ما عنديش مرونه؟ طب ما اجرب الطريقه التانية يمكن تنفع يعني. فقصة العلاقات محتاجة انعكاسات في كل حاجة بقى، يعني في الصداقة، بين الأب والأم وولادهم، بين الزوج والزوجة، حتى والله في الطريقة اللي بتعامل بيها الراجل في السوبر ماركت، حد جايب لك طلبات في البيت، كلها بتعكس حاجة جواك. في العلاقة الحالية، جوازي الحالي يعني، بتعلم وستيل بتعلم وستيل بيحصل لي تشافي، بس برؤية بقى مختلفة وأبعاد مختلفة. اتعلمت ان انا اقبل ان انا اسكن في الحب، يعني انه مش بس ان انا استقبل الحب، ان انا احس بالاطمئنان. انه فكرة كانت حاجة خوف دفين جوايا ما كانش هيبان الا بعلاقة، ان انا عندي خوف دائم من الفقد، بخاف الناس تسيبني وتمشي. فالمرة دي الحمد لله عشان انا اتغيرت، واللي قدامي كمان بيساعدني في ده، يعني جوزي الحالي الحمد لله يعني عمده بيساعدني جدا في الموضوع ده، انه يديني احساس بالاطمئنان، احساس بالامان. مش قصة وعود زائفة ان انا عمري ما هسيبك وامشي، محدش عارف الظروف، بس اللي انا بقدمه لك دلوقتي ده حقيقي. فكل مرة بندخل فيها علاقة احنا والله احنا بيحصل لنا حتة من التشافي، طول ما احنا مش بنرمي باللوم على الاخر طول الوقت، طول ما انا مش مركزة في عيوبك، انا بشوف انا ممكن اصلح ايه، ام ادريسنج، وعارفة انت فين وقاعد فين، وايه المشاكل اللي ممكن تكون بتستفزني او بتوجعني منك، تمام. بس انا مش بحاول اصلحك، انا بحاول اشوف ده واصلح في نفسي انا، لان احنا انعكاسات لبعض، انعكاسات. اوقات كتير لما انا بتصلح اللي قدامي بيتصلح، واوقات كتير لما انا بتغير وبتصلح ببقى بعرف مقامي او قيمة نفسي، وبشوف ان البني ادم اللي قدامي ده جميل وعظيم ولطيف وكل حاجة، بس مش ليا لحد تاني، مش بتاعي خلاص، مش بتاعي خالص. دي خطوة كمان مهمة، دي حاجة انا برضو اتعلمتها في جوازتي التانية. اتعلمت ان انا امتى اوقف، يعني انا حد ما بيبذل، لا يعني لازم اجو اكسترا مايل، ما بعرفش اوقف لحد هنا. يعني بدي عطاء بزياده، مجهود، حب، اهتمام، رعايه بزياده، ما بعرفش امتى اقول لا خلاص انا كده جيت على نفسي فانا لازم اوقف. مره تانية اتعلمت ده. ف يعني انا مش متفقه خالص مع الفكره بتاعت اعتزل ما يؤذيك. اعتزل ما يؤذيك مش من باب الاستسلام، انه خلاص بقى انا مش عارفه اعمل لك حاجه فانا هبعد عشان انت بتاذيني فانا هروح انعزل واكرمش على نفسي. انت بجد انت بتاذي نفسك بطريقه اخرى، لانه احنا بني ادمين جبلنا على الاتصال. احنا يعني الاسنس بتاعنا في شيرنج، انه عايزين نتشاف وعايزين نتسمع. فكونك بتعزل نفسك كانك بتموت نفسك تدريجي، بتقصقص حتت من ذاتك انت مش عايز تشوفها اصلا عشان خايف من ان تتاذي. يعني طب ما اكسباند كده البوتنشالز بتاعتي وقدراتي، واحاول الاقي طرق اتعامل بيها مع الاذى ده. لو خلاص ما لقيتش وحسيت انا اتعلمت الدرس واتعلمت ازاي اوسع مهاراتي وازاي اتعامل مع الاشخاص دي، لانه بيكرروا في حياتنا. انت دلوقتي لو مثلا مشيت من شغل عشان مدير زنان او بيقلل منك، هتروح تلاقيه في زوجه، طلقت هتروح تلاقيه في صديق، انت الدرس بيفضل يتعاد لحد ما تتعلم منه. فتعلم منه من اول مره بكرامتك كده احسن ما تاخد على قفاك عشان تتعلم. فاني يعني
موضوع اعتزل ما يؤذيك ده طالما مش جاي من دافع الاستسلام، دافع اللي هو استحقاقي، انا استحق اكون في علاقه متقدر فيها اكتر من كده، متشاف فيها اكتر من كده، بس I can deal مع اللي حاصل دلوقتي، ده for your own growth، يعني هي حاجه لوعيك انت ولتطورك انت. فكرة برضو ان هو الجواز انت لازم تبقى بيرفكت ومثالي وسوي جدا عشان ترتبط، مفيش بجد. العلاقات بتشفي، العلاقات فيها شفاء. يا ريت والله سمع بودكاست لذيذ قوي اسمه قعدة صحاب، كانوا بيتكلموا على فكرة الاستماع، انه ازاي السمع، مجرد السمع، ان احنا حتى لو ما اديتكش حل، حتى لو ما قلتلكش نصيحة، ما عملتش اي حاجة في الحياة غير ان انا سمعتك دي يعني شفتك، اديتك وقتي، اديتك حبي، اديتك اهتمامي، فدي في حد ذاتها والله نص طريق الشفاء، ان انا عرفت اطلع اللي جوايا في مكان بيئة امنة، فدي حاجة عظيمة جدا. الشاهد يعني بسمعوا البودكاست والله اسمه قعدة الصحاب بتاع لبنى الشريف وهبة زايد، لذيذ قوي، هتلاقوه على سبوتيفاي. وكمان راجعوا المعتقد بتاع اعتزل ما يؤذيك، مش كل ما حد يقول لي بخ او يضايقني في حاجه اجري واهرب، وانه انا مش لازم استنى حاجه عشان ادخل في علاقه، ادخل في علاقه واكتشف نفسك في العلاقه، طالما عندك الوعي الذاتي انك شايف نفسك بس. ودي كان الوعي الاخر بتاع النهارده. اشوفكم ان شاء الله في مره جايه، عندي وعي اخر كتير بس ما عنديش وقت قوي اقعد اتكلم فيه، فالنهارده وانا نازله الورك شوب بتاعت نهى قلت اقول لكم الفكره اللي جت على بالي دي. يومكم جميل، باي باي.